اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. فيديو جديد النهارده عن الحياه في امريكا. تابعوني للنهايه. النهارده هكلمكم عن الحياه في امريكا بمنتهى الصراحه، الايجابيات والسلبيات، البحث عن عمل، فرص العمل، الدراسه. وفكروا في الكلام الاول وبعد كده حاولوا تبنوا فكره عن الموضوع ونشوف الفكرة عاملة ازاي وابدأ نفذ بعد كده. خليكم معايا. طبعا كلنا عارفين ان امريكا ارض الفرص. بالنسبة للوظائف، الوظائف موجودة كتير جدا جدا جدا، والفرص حلوة بكتير. الفرص بالنسبة للوظائف عندك الاي تي، الهندسة، الطب، موجودة بكل انواعها ومتوفرة جدا جدا جدا، وفرصتها افضل من الدول العربية بالنسبة للعائد المادي. المشكلة الوحيدة بس ان المنافسة كبيرة جدا، لان في جنسيات كتير، في ناس كتير عندها خبرات ممكن تكون مشابهة لخبرتك او يمكن تكون اعلى منك. تاني حاجة برضو لازم نخلي بالنا الضرايب. موضوع الضرايب معقد شوية وبيختلف من ولاية لولاية، وموضوع كبير. عشان كده لما احنا بنيجي نعمل الضرايب في اخر السنة ليها ناس متخصصين. دي اول فقرة، استنوني في الفقرة الثانية. الحياة في أمريكا سهلة من ناحية الخدمات، كل حاجة موجودة أونلاين. زي ما قلت لكم قبل كده، عاوز تروح مكان عندك جوجل ماب، تفتح الخريطة تقدر تروح أي ولاية في أمريكا عن طريق الخريطة، أكنك صاحب مكان وعارف المكان. أي حاجة عاوز تشتريها أونلاين، مفيش يعني جمارك ولا حاجات من دي على إن أنت تشتري حاجات أونلاين. بس في حاجات بقى فيها شيبينج، في حاجات بتدفع عليها رسوم وفي حاجات ما تدفعش عليها رسوم. الحياة سهلة جدا، بس التكاليف غالية. يعني تكاليف التأمين الصحي، تكاليف المعيشة، تكاليف الحياة، وبرضه بتختلف من ولاية لولاية. يعني لو اخترت ولاية من الولايات اللي هي العالية في الضرائب وعالية في الأسعار زي نيويورك أو نيو جيرسي أو كاليفورنيا أو فلوريدا، الأسعار عالية جدا. في عندك ولايات تانية ممكن تبدأ بيها لو أنت مش هتقدر تتحمل مصاريف بتاع الولايات دي. استنوني في الجزء الثالث. المجتمع الامريكي مجتمع طيب بطبعه، بس الفرق، المشكله الوحيده هنا الحياه بتعتمد على الخصوصيه. يعني انت ممكن تبقى عايش في حاره او في شارع ما حدش يعرف فيه جيرانه خالص، لدرجه ان حكيت لكم انا قبل كده لما كنا في في اعصار ساندي والمشاكل اللي بتحصل اللي هي الظواهر الطبيعيه، اضطرينا، ما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه تليفونات، فكنا بنقعد في الشارع نشوف بعض. لأول مرة كنت بشوف الجيران بتوعي في الشارع، لأن كل واحد عنده المسؤوليات بتاعته. ناس بتشتغل الصبح، ناس بتشتغل بالليل، فما بنشوفش بعض. فالموضوع فيه خصوصية أكتر، غير إن فيه جنسيات كتير جدا جدا. يعني هتيجي هنا تشوف جنسيات كتير جدا جدا وتتعرف على ثقافات مختلفة بكل أنواعها. بنحتفل هنا بكل الأعياد. استنوني الجزء الرابع. بالنسبة للنظام، النظام هنا منظمين جدا جدا جدا، بس الحياة بالنسبة للتأمين الصحي، بدون تأمين صحي العلاج غالي جدا، والنظام الطبي غالي جدا 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 لو ما عندكش تأمين كويس. بالنسبة للجامعات، عندنا أفضل الجامعات هنا، والدراسة حلوة جدا جدا بس مكلفة برضه. في نهاية الفيديو أحب أقول لكم إن الحياة في أمريكا جميلة جدا جدا، بس لازم تكون مش لأي حد. لازم تكون مستعد نفسيا، لغويا، وماديا، لأن دي حاجات هتفرق معاك كتير في حياتك في أمريكا. فلازم تكون مستعد للموضوع ده. لو عجبك الفيديو بقى، أول مرة هطلب منك الطلب ده، لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس. والناس اللي عندي على القناة من زمان، شيل السبسكرايب وحطه تاني عشان الجرس يطلع، عشان تقدر تشوف الفيديوهات بتاعتي، لان انا شايف المشاهدات كلها جايه من ناس جديده. شكرا لمتابعتكم واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.